صوت الصحافة، نبض الخبر. نقابة اللاعبين الدوليين المحترفين، حكيمي تحت ضغط بدني يفوق الحدود. قامت نقابة اللاعبين الدوليين المحترفين بمراجعة عدد المباريات التي يخوضها اللاعبون لتكشف أن النجم المغربي أشرف حكيمي ونتيجة لموسمه التاريخي مع باريس سان جيرمان حين حقق الثلاثية إضافة إلى التزاماته مع المنتخب الوطني يعيش تحت إجهاد بدني شديد. الجدير بالذكر أنه في الموسم الماضي لعب حكيمي 69 مباراة بمجموع 6371 دقيقة مقارنة بالموسم الذي سبقه حين شارك في 53 مباراة بمجموع 4869 دقيقة فقط. ولم يكن حكيمي وحده في هذا الماراثون، فقد خاض لاعب بايرن ميونخ جوشوا كيميش العدد نفسه تقريبا من المباريات والدقائق، فيما تجاوز جميع اللاعبين العشر الأوائل في قائمة نقابة اللاعبين الدوليين الحد الموصى به، وهو 55 مباراة كحد أقصى في الموسم. بدأ موسم حكيمي 2024-2025 في أولمبياد باريس من 24 يوليو إلى 8 غشت 2024، وانتهى بمشاركته في كأس العالم للأندية من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، أي أن موسمه استمر قرابة عام كامل، بينما لم يحصل إلا على 22 يوما فقط كفترة راحة. الإجماع الطبي ينص على أن اللاعبين يحتاجون إلى 4 أسابيع على الأقل من الراحة التامة بين المواسم، إضافة إلى 4 أسابيع أخرى لإعادة التأهيل البدني قبل العودة إلى المنافسات، وهو ما أصبح نادرا جدا في كرة القدم الحديثة. صوت الصحافة، نبض الخبر.